بسم الله. نبدأ في البين تول. البين تول من أهم التولز اللي هتستخدمها سواء على ادوبي فوتوشوب او ادوبي الستريتور. بس انا النهارده التوتوريال هنعمله على ادوبي الستريتور لان بتبقى اجمل واوقع وكمان اسهل على البرنامج ده. في البداية عشان الناس طلبت موضوع او تفهم معلومة البين تول. البين تول هي اداة عبارة عن أداة بتعمل نقط معينة، والنقط دي بتحركها بأشكال معينة وبزوايا معينة، بتبدأ ترسم بيها الكاركتر أو بترسم بيها الشيب اللي أنت بتستخدمه. طيب عشان نخش في التفاصيل على طول، أول حاجة هنعملها إن احنا هنجيب الأداة بتاعة البين تول بالشكل ده، وهنجيب نخلي اللون تحت بالشمال كده، لون الأسود ده، وهنعمل أول نقطة. اول ما باجي اعمل نقطه على الستريتور هلاقيه اوتوماتيك جاب لي او شد لي الخط اللي انتم شايفينه ده. معنى ايه الخط ده؟ معنى ان هو بيقول لي والله انت لما بتحرك ايدك بالمنظر ده، لو انا دوست نقطه في المكان ده هيبقى فيه اللاين اللي انتم شايفينه بالمنظر ده. تمام. كده انا فهمت يعني ايه البين تول بتشتغل ازاي الاول وهي بتعمل ايه. هنعمل نقطة مثلا وهندوس على شيفت عشان يبقى في خط مستقيم كده، وندوس نقطة تانية وننزل تحت، ندوس نقطة تانية ونيجي مثلا هنا ندوس نقطة تانية وهكذا. كده انا عملت شكل مربع معين بالبين تول. تمام. دي اول حاجة في قصة البين تول. طيب هنعمل حاجة تانية وهي ان انا هعمل كيرف عن طريق الاداة دي. هدوس نقطة مثلا وهاجي هنا مثلا اعمل نقطة تانية، وهاجي في المكان دوت وهدوس بالماوس واسحب لتحت بالمنظر ده. اول ما اسيب ايدي كده الاقي الكيرف ده اتعامل معايا بالمنظر ده، والاداة رسمتهولي بالشكل ده. كده انا فهمت ان انا لما عاوز اعمل كيرف هدوس نقطة، والنقطة التانية هدوس واسحب الماوس سواء كده او كده او في اي مكان انا عايز اسحبه، وبعد كده هسيب ايدي من على الماوس واجي مثلا اعمل نقطة تانية هتبقى بالمنظر ده. كده انا فهمت يعني ايه البين تول وبتشتغل ازاي. ممكن لو حسيت ان الدرس سريع عليك شوية ممكن ترجع تاني من البداية وتراجع الدنيا مع بعض. طيب البين تول هي أداة للرسم زي ما قلنا. بينفع يترسم بيها ايه؟ يترسم بيها حاجات كتيرة جدا. وليكن احنا عملنا نجيب فونت مثلا، وجبنا الفونت بتاع بوبنز مثلا ونكتب الكلمة دي، وليكن هتبقى مثلا كيبر. وليكن ده لوجو موجود عندنا، بس هو نازل عبارة عن صورة. طبعا هنشرحه بمنظور تاني دلوقتي، بس خلينا الأول نعمل الشغل او نشتغل بالبين تول على اللوجو ده. هنعمل ان جروب عشان نسحب الكلام ده كله، عاوزين نخلي بس الحرف ده اللي معانا، وليكن دي الصورة اللي قدامنا اللي احنا المفروض عاوزين نعالج بيها لوجو معين. البين تول ببساطة هتشرح لك او هترسم لك الشيب ده 100% مظبوط. خلينا في الاول نجيب لون تاني مثلا وليكن لون احمر، وهاجي بالبين تول بالشكل ده وهدوس نقطة في اول جنب هنا وادوس على شيفت وادوس النقطة التانية هنا وشيفت وادوس النقطة التالتة هنا، وبعد كده نطلع لفوق خالص كده بالمنظر ده ونقفل بالشكل ده. كده احنا عملنا اول جزء من حرف الكي زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. هنجيب البين تول تاني وهاجي مثلا فوق على الجنب هنا اعمل نقطة هنا ونقطة هنا ومثلا نقطة هنا، وبعد كده نجيب نقطة كمان هنا وننزل عند الحتة دي بالظبط، وبعد كده ندوس هنا. لما جيت عملت الشيب بالمنظر ده انا مبقتش شايف فين ابعاد الصورة نفسها. ببساطة هاجي اقلب الشيب من فيل اخليه ستروك عشان يقلب لي الشيب من كونه مالي الدنيا كده لانه ستروك صغير، وهاجي هنا اعمل نقطة تانية وهاجي فوق هنا اوصل النقط دي ببعض، وبعد كده نقلب الشيب ده تاني كده بالمنظر ده. وممكن نجمع الاتنين دول بالباس بالشيب بيلدر مع بعض كده ونسحب دي كده هنا معانا ونشوف الاتنين زي بعض ولا لا. بالظبط الاتنين يعتبر نسخة واحدة. ده اول حاجة من البين تول اللي هنشتغل عليها. في كمان شرح هعمله لك تاني وهو هيبقى عبارة عن شكل معين او سيمبل معين للوجو هنبدأ نرسمه تاني مع بعض عشان تعرف قيمة البين تول دي وبتشتغل ازاي، وفعلا انها تول مهمة جدا. وليكن سحبنا الصورة دي كده ونقفلها عشان خاطر نعرف نشتغل عليها. ده لوجو مثلا قديم عندي وانا عاوز اجيبه تاني او عاوز اشتغل عليه تاني. في الاول هعمل مربعين عشان اخد اللونين دول، ونجيب الاداة بتاعة الاي دروبر وناخد ده هنا كده ونجيب اللون ده ونقف على دي هنا ناخد اللون ده ونخلي اللونين دول مع بعض، ونجيب البين تول بتاعتنا ونقف على اول جزء هنا مثلا ونعمل نقطة
بالشكل ده. وبعد كده هقرب كده المسافة شوية واجي اعمل نقطة تاني كده واسحب لفوق بالمنظر ده لغاية لما الاقي ان الشيب معايا مظبوط. هنخليه ستروك زي ما انتم واخدين بالكم، ونيجي عند النقطة اللي عملناها هنا دي وندوس على حرف الالت او الزرار بتاع الالت في الكيبورد، وادوس عند النقطة اللي في النص دي عشان يقص لي النقطة دي. وبعد ما يقصها لي هاجي ادوس هنا نقطة تانية مثلا، وبعد كده نسحب نقطة كمان هنا. تمام. وبعد كده ندوس الت ونقطع الحتة دي من هنا بالشكل ده، وبعد كده ندوس نقطة هنا تاني، وبعد كده نجيب الشكل ده نخليه بالمنظر ده، وابدأ امشي مع الكيرفز دي بالمنظر اللي انا شايفه قدامي. ثانية واحدة عشان خاطر بس الصورة ما تبعدش مننا. نيجي هنا ونعمل كيرفز بالشكل ده، وبعد كده ندوس الت ونقطع الحتة دي تاني ونجيب كيرف هنا. تمام. وبعد كده نسحب بس الكيرف كده هنا تاني ونقطع الحتة دي من هنا، وبعد كده نجيب نقطة هنا كمان ونيجي مع الكيرف ده نبدأ نرسم الشكل زي ما احنا شايفين. واجي تحت كده اوصل دي، وبعد كده اوصل الاتنين دول ببعض، ونخلي مثلا الاستروك ده باللون الغامق ونعكسه بالمنظر ده. هيصبح معانا الكيرف اللي انتم شايفينه رسمناه بالمنظر ده. هاجي عند الكيرف التاني واجيب البين تول برضو ونخلي اللون بتاعه مثلا كده ونقلبه ستروك، وبعد كده نجيب البين تول ونرسم نفس الشيب زي ما احنا متفقين. هنقف هنا كده بالظبط، وبعد كده نيجي هنا ونرسم مثلا الحتة دي كده وندوس الت عشان نقطع النقطة دي من هنا، ونبدأ نرسم شيب تاني، وبعد كده نقطع هنا عشان نقدر نجيب الكيرف بالظبط زي ما انتم شايفينه كده، ونقطع هنا ونخليه بالمنظر ده. نجيب بس الشاشة من هنا كده. زي ما انتم شايفين بتبدأ ترسم الشكل زي ما انت شايف هو عامل ازاي، وبتستخدم البين تول ببساطة جدا وأداة سلسة جدا وفعلا قوية جدا جدا جدا. طبعا انا بنكمل زي ما احنا كده بنرسم برضو. تمام. واجي تحت خالص كده في الحتة دي الأخيرة، وبعد كده نخلي الستروك ده فيل، ونعمل نشيل البلوك اللي عملناه لللاير ونخلي المنظر بتاعنا. اصبح ده الرسم اللي احنا رسمناه بالبين تول. طبعا احنا لو معانا وقت تاني ممكن نطلعه افضل من كده بكتير، وممكن تشتغل بأداة تانية نبقى نعمل لها توتوريال تاني. تقدر تاخد اي فيكتور او اي صورة تنزلها على الاستريتور تحولها لفيكتور تقدر تشتغل عليه ببساطة. دي كده ببساطة البين تول من A to Z. انت فهمت هنا في التوتوريال ده ازاي البين تول بتشتغل، ايه الخوارزمية او ايه الطبيعة بتاعت الاداة دي بتشتغل عليها ازاي، وايه ممكن تعمله بيها. اتمنى يكون التوتوريال عجبك، ولو محتاج حاجة تانية من المواضيع اللي زي دي او من التولز اللي زي دي اكتب لي كومنت وهعمل لك بيه توتوريال ينزل على القناة في اسرع وقت ممكن.